اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. منيب تفجرها بخصوص الغاء عيد الاضحى بالمغرب. اليكم التفاصيل. قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بأن لا ترى مانعا في حذف عيد الأضحى المبارك لهذه السنة جراء الأوضاع الاقتصادية والمادية المتدهورة التي يعاني منها المواطنون في ظل ارتفاع الحاصل في أسعار اللحوم. وأضافت منيب في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي: لقد سمعنا بعملية استيراد العديد من الرؤوس الماشية بدعم مادي من المال العام، غير أنه في غياب المراقبة يبقى المواطن عرضة للمضاربين الذين يحتكرون الأسعار. واعتبرت منيب بأنه كان من الأجدر التفكير في ظل غلاء المعيشة في إلغاء العيد، مع العلم أن المواطن المحتاج يذهب حاليا إلى السوق ليجد سعر خروف صغير يتجاوز 3000 أو 53,000 درهم. وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي قد أكد في وقت سابق بأن عدد رؤوس الأغنام والماعز المعدة للذبح خلال عيد الأضحى يبلغ 3 ملايين رأس، والتي تم ترقيمها ابتداء من 8 مارس 2024. وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أبرز الوزير أن الحالة الصحية للقطيع جيدة، وأنه تم اتخاذ عدة إجراءات تهم التتبع المراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، ومراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، ومراقبة مياه توريد الماشية، ومراقبة تنقيل فضلات الدواجن عبر إرسال ترخيص مسبق ومنح جواز مرور. وفي الأخير نرجوكم مشاهدينا الكرام بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.